السلام عليكم. طب وبعدين بقى يا عم كلاس، يعني رئيس التشكيل ده مين اللعيبه دي اصلا؟ كان مين اللي بقاله 5 ماتشات ما لعبش كوره؟ ولا موديس اللي من ساعه ما جه الاهلي ما اداش غير 3 4 لمسات؟ هو حرفيا بيظهر دقيقه ويختفي باقي الماتش. جايبينه على قد انه يظهر، بس كده يظهر ثانيه واحده ولا دقيقه واحده في الماتش كله وخلاص. على كده انا خلاص اديت التارجت بتاعي ومروح بقى. بيلم شنطه بعد ما بيعمل اي لمسه، ومقعد كهربا و... وسام ورضا سليم دكه، وبتلعب عمر كمال عبد الواحد وينج. طب ما تلعبه هو باك، وتلعب زفت ده رضا سليم تبدأ بيه وينج. وطاهر ده خلاص مش هيديك تاني والله. يعني طاهر ده هيديك ايه؟ هيديلك امتى؟ ما اداش قبل كده ولا هيدي بعد كده والله العظيم. طاهر لازم يطلع ورا الاهلي، وبعد كده ان ربنا كرمه بقى يرجع، ما كرموش خلاص بقى مش هيدي والله طاهر. وبتلعب بموديست كل مره وما بتلعبش عرضيات. ما عندكش انت الباك الفشيخ اللي يعمل لك 3 4 كروسات يجيب بهم اهداف عن موديست. انت ما عندكش الباك ده. لا محمد هاني بيعرف يتنقل يعرض، وعلي معلول عرضياته كلها يعني بتصدف معاه مره مرتين. ايه وجه اصرارك على موديست؟ يعني احنا النهارده مغلوبين والله من قبل ما نبدا الماتش. اقسم بالله من ساعه في التشكيل وانا عارف ان احنا هنخسر. تخسر الماتش من قبل ما تبدا اصلا. يعني انت بناء على ايه بادئ بموديست؟ على بناء على ايه بادئ بنيدفيد؟ بادئ بنيدفيد ليه اصلا؟ ايه لازمه نيدفيد النهارده في الماتش؟ طب ما السولية عندك على الدكه بره. هو محمود متولي ما هو راجع بقاله 4 5 اسابيع بيتنيل يتدرب في التدريبات الجماعيه. ليه برضه مصر على رامي ربيعه؟ هو كل ماتش خازوق وخازوقين. يعني انت مصر على ايه؟ طيب انت مستني ايه يحصل؟ يا احنا الدمسمبة صاعدين بالهبل. اقسم بالله لو فرقه تقيله شويه ما كنا صعدنا. انت يعني مش عارف انت بتعمل ايه. انت جيت في اول الموسم بنيت لعبك كله على امام عاشور، وامام عاشور دي اتصاب. بنت عريان، حرفيا بقيت عريان. خلاص انت لعبت، رميت حملك كله على عم امام، وامامه دي اتصاب خلاص ما عندكش بديل. يعني انت ايه بقى ايه الفكر الجديد بقى؟ انت مستني تعمل ايه بقى؟ ولا مستني ايه يحصل عشان تغير مفهومك في الكوره؟ يعني والله العظيم حاجه تحرق الدم. احنا النهارده خسرنا قبل ما نبدا. يعني انت لو نزلت النهارده واديت في الملعب وخسرت خلاص هنقول شكرا يا رجاله وعملتوا ماتش حلو وخلاص خلص الماتش. لكن انت لاعب الماتش زي الخرا، وتشكيل زي الخرا، ولاعيبه زي الخرا، ومدرب زي الخرا، ومنزل لي كهربا في دقيقه 90. طب كهربا بينزل يركب نفسيا قدام الزمالك بالذات، ما تبداش بيه ليه؟ يعني في لعيبه كده بيبقى مثلا لها حظوظ في ماتشات معينه، زي محمد شريف كده كان بينزل يهدف قدام الزمالك. تستغل انت النقطه دي. واحد زي كهربا بينزل يركب نفسيا. النهارده هو بادئ لك بمين بقى؟ بادئ بناصر وحمدي واحمد حمدي وعبد الله السعيد، الثلاثه كانوا في الاهلي ومشيوا. بالطبع هينزل يفشخ نفسه في الملعب عشان يثبت لجمهور المنافس ان هو ما كانش يستحق يمشي. هي دي النقطه. يعني النهارده اقسم بالله جمز عمل عليك ماتش حوار. انت ما شفتش والله ما شفت قدامك انت النهارده في الملعب، ولا عملت بربع جنيه النهارده في الملعب. وموديست، طب انت ما عندكش باكات بتلعب عرضيات، مصر على موديست ليه؟ وسام بينزل لو خد 10 دقايق بيعمل فيهم حاجه. يعني انت عندك راس حربه رقم 9 زي ما الكتاب بيقول، بيعمل فنتات، بيلعب 1 على 1، بيشوط، بيلعب براسه، بيعمل كل حاجه. وسام ده ايه وجه الاعتراض عليه؟ رضا سليم ده اللي كان احسن لاعب في المغرب، جبته انت فشخته. واد بيعمل كل حاجه في الكوره. نزل النهارده عمل لك اسيست وعمال يحارب على الجنبين. احمد عبد الهادي انت بعته فتره طويله قوي، مع ان احمد عبد الهادي ده لو رجله في الملعب اقسم بالله احسن من اي وينج في مصر. بعيدا عن شخصيته الهباب، ماليش دعوه بشخصيته دلوقتي، بس هو كوينجر وكلاعب والله العظيم عالي. جيت انت فشخته وقعدته حوالي 3 4 شهور ما بيحطش رجله في الكوره، وجيت بترجعه مره واحده، مع انه اتقل من اي وينج عندك في الاهلي اصلا.
وايه وجه اصرارك على طاهر؟ طاهر النهارده عمل 7 ميس باص، ما خلقلكش فرصه واحده. ايه وجه اصرارك عليه؟ وايه وجه اصرارك على موديست؟ وعمر كمال انت جايبه عشان يلعب باك، ملعب محمد هاني باك وملعب عمر كمال قدام. طب انت كده عملت ايه؟ يا محمد هاني ما عندوش اصلا فكره ان في عرضيات في الكوره، ما اتدرستلوش في الملعب، ما يعرفش يعني ايه يعمل اوفر اصلا، ولا يعرف يعمل كروس لحد. انا مش فاهم. طب نهايته ايه بقى؟ يعني احنا كده بقالنا من ساعه ماتش اتحاد جده تقريبا ما لعبناش كوره. السوبر خدناه بالضالين كده. افريقيا ديك بتلطش مع اي فرق عيانه تعبانه اصلا كحيانه ما فيهاش حد. ده انت اتغلبت 4-3 من البنك الاهلي. وايه خط الدفاع المضحك ده فعلا؟ ايه وجه اصرارك على مرام ربيعه يعني؟ هو متولي زعلك في حاجه؟ طب وبعدين؟ يعني انت مستني تخسر ايه تاني بقى؟ انت كده الدوري خلاص، انت صباح الفل في الدوري. انت الله اعلم اصلا هتلحق افريقيا ولا لا. يعني مش فاهم، ما جمعناش غير 21 نقطه من حوالي 11 ماتش. يعني انت لحد دلوقتي خسران بس، ادي خسران 11 نقطه، وانت لسه ما لعبتش غير 10 ماتشات ولا 11 ماتش وخسران 11 نقطه. تغلب البنك الاهلي. طب هنعمل ايه؟ طب وبعدين؟ انا والله بجد كل اللي شغالين دلوقتي وبعدين انت هتعمل ايه عشان تغير الخرا اللي انت بتعمله ده؟ وكل ماتش نفس الاصرار، وكل ماتش نفس العند، وكل ماتش نفس الخرا. يعني الزمالك النهارده يستحق يكسب، ما عنديش مشكله في ان الزمالك يكسب، بس العب حلو، ابدا بتشكيل صح. يعني انت عندك السوليه مكان ندفد النهارده يلعب، عمر كمال يلعب مكان هاني، ورضا سليم يلعب قدام وينج، وينج، ويلعب وسام او كهرباء مكان موديست. موديست ده انت اللي يعني وجهه نظري، موديست ده انزله في الدقيقه 80 75 لما اكون مثلا متعادل او خسران، انزله يلعب سترايكر جنب الاسترايكر اللي موجود، ويبقى 2 في المنطقه، وارفع عرضيات بحيث ان انا ربنا يكرمني باي لطشه هو يعملها بدماغه ونكسب. ده اللي انت تستناه من موديست، ما تستناش منه اكتر من كده. نزله بقى مهاجم تاني مثلا في ماتش تكون انت متعادل فيه او متاخر فيه، وهو ربنا يكرمه باي لطشه كده يحطها براسه جون وخلاص. ده مش هيديك كوره، مش هيديك طول ال 45 دقيقه ماتش. هو اخره يدي لك ربع ساعه تلت ساعه، ينزل زي ما قلت كده يلطش لك واحده بدماغه وخلص الموضوع. لكن ما اعتمدش عليه اعتماد اساسي. والله منك لله بجد.